رغم توتر الأوضاع في العراق إلى حد كبير، أعلنت واشنطن استئناف العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة والقوات العراقية، والتي توقفت إثر مقتل قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية في بغداد في الثالث من الشهر الجاري. بعد الاغتيال بيومين، طلب البرلمان العراقي من الحكومة إنهاء وجود كل القوات الأجنبية في البلاد كرد على الاغتيال. ومؤخرا يقول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن جمعا من القادة العراقيين أبلغوه تأييدهم الوجود العسكري الأمريكي في بلدهم، رغم المطالبات العلنية بخروج نحو 5,000 جندي أمريكي من العراق. واشنطن تقول إنه لا زالت لدى داعش قدرات وأتباع في بعض المناطق من العراق وسوريا، ولوحظت تحركات لهذه الخلايا شبه النائمة حتى قبل مقتل سليماني في استغلال لحالة لا استقرار. قادة عسكريون أمريكيون يرون أن وجودهم في العراق ضروري لمنع تنظيم داعش من استعادة قوته وتشكيل نفس نوع التهديد الذي مثله قبل سنوات. حنان المصري، العربي.